تعال ادلعك وبالملخص امتعك. تشيلسي وايفرتون يتعادلوا 2-2، ساوثهامبتون وتوتنهام يخلص 3-3، وكنت يطلع يشتم في النادي كله لعل حد يمشيه قبل نهايه الموسم. ارسنال بعد خروجه من اليوروبا ليج بيكمل جمدان في الدوري يا جدعان، ويكسب بالاس 4-1 ويغرد وحيدا في الصداره في وقت السيتي فيه مسحول فيه في الكاس ونازل ضرب في بيرنلي 6-0. في الايطالي نابولي برضو بيكمل سيطره ويفوز بال4-0 على تورينو ويقول انا على القمه واقف لوحدي. وفي درمغة التاني والتالت والرابع ميلان بيخسر من اودونيزي 3-1، روما بيخسر من لاتسيو 1-0، وانتر بيخسر من يوفي 1-0. في الفرنسي وبعد ما كانت ادم فقر على ارسنال الخميس اللي فات، الوليه كيم كارداشيان راحت فقرت باريس سان جيرمان، حضرت لهم ماتش فخسروا على ارضهم قصاد رين. ارجعي امريكا يا كيم او ارجعي لكاني، المهم امشي ارجوكي. وفي الكلاسيكو التعادل كان عنوان المباراه للثواني الاخيره اللي كده كده ما كانتش في مصلحه مدريد، يقوم فرانك كيسيه يجيب التاني كمان في الوقت بدل الضايع، ومدريد كده حلم الدوري بقى